الاختراع اللي قدامكم ده هو اجمل واحسن اختراع اتعمل في الصيف السنه دي. شركه فرايداي بتاع عمو جمعه ناويه السنه دي تفاجئنا بحاجات كتير جدا. يعني الشركه دي اصلا من سنين لكن احنا ما عرفناهاش غير لما عملنا مقاطعه. عايز اقول لك ان الشركه دي من احسن الشركات اللي بتعمل ايس كريم ممكن تدوقه في حياتك. طبعا هي عامله منتجات كتير جدا وان شاء الله نعمل عنها فيديو تاني، لكن حابب اقول لك ان المنتج ده من احسن واجمل المنتجات اللي هي عملتها الصيف ده. بكل اختصار عمو فرايداي عمل حاجه اسمها كومبو، وده طبعا بطعم الفانيليا والكراميل، وعايز اقول لك ان سعره على قد الايد ب 10 جنيه بس. وعايز اقول لك ان شركه فرايداي مهتميه بثلاث حاجات من اهم الثلاث حاجات اللي العميل بيدور عليها. اول حاجه كواليتي المنتج، ثاني حاجه سعر المنتج، ثالث حاجه واهم حاجه ان المنتج متوفر في كل مكان. تعالوا كده نفتحه وندوقه مع بعض. طبعا يا اخواتي هو ده شكل الكومبو. بصوا يا جماعه هو شكله عظم لكن طعمه اجمل بكتير. يلا كده ندوق مع بعض. طبعا عشاق الايس كريم هم اللي هيعرفوا منتجات عمو فرايداي اللي منتجاته مغرقه السوق، لكن المنتج ده لسه ما اتشهرش جامد. لو انت من عشاق الايس كريم في فصل الصيف عايز اقول لك ان ده الخيار الامثل. سعره على قد ايدك ب 10 جنيه بس، وهتلاقيه متوفر في كل مكان. سيبك من ده كله انه مش مقاطعه وشركه مصريه 100%. الناس اللي جربت كومبو يا ريت تقول لي في الكومنتات ايه رايك في طعمه، والناس اللي ما جربتش انصحك انك تجربه. استنى قبل ما تقفل الفيديو، عايز اوريك حاجه مش موجوده في اي ايس كريم انا اكلته في حياتي حتى في الكيمو كونو العادي. في كراميل موجود هنا يا ريت انت تشوفه. الكراميل ده بيبقى موجود لحد البسكوته اللي تحت، وعايز اقول لك ان ده مش هتلاقيه في اي منتج تاني. يلا مستني ايه؟ روح اشتري وقيم بنفسك.